السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا كلكم شفتوا اللي حصل للبروجر سارة، وطبعا موقف اللي هي فيه ربنا يا رب يشفيها ويعافيها، ويا رب يرجع لها نظرها وبصرها من تاني، وربنا قادر على كل شيء. بس في الحقيقة استوقفني حاجة يعني مهمة جدا في الدرس اللي هي خدته ديت واللي حصل لها، ان هي ملقتش راجل يحميها، ان هي خدت الرصاصة وخدت الضرب في الخرطوش بداله، ان هي ملقتش راجل يقف جنبها ولا يبقى سندها ولا يبقى ظهرها. وللأسف اللي هي وصلت له دوت لان اهلها كانوا دايما بيقولوا لها ان هما مش موافقين عليه، بلاش يا بنتي ده. وللأسف وكتير جدا من البنات بتقع في الموقف دوت، ان هما يا جماعة دايما بيصدقوا قلبهم قوي وما بيصدقوش امهم وابوهم اللي هما اكتر ناس بيحبوهم بدون اي مصلحة. الجمال بيروح والفلوس بتروح، كل حاجة فيها مصلحة مصيرها تروح، لكن الحب الحقيقي، الحب اللي مفهوش اي مصلحة او اي حاجة من نوع تاني، اللي هو مثلا لو كان خطبها مثلا عشان الشهرة ولا عشان الفلوس ولا عشان يبقى مشهور معاها ولا وات ايفر اي حاجة، اول ما وقعت والشهرة راحت منها، بس يا رب ترجع تاني ان شاء الله وهتقف على رجلها تاني وهترجع احسن ان شاء الله من الاول. بس انا بتكلم عن الراجل قليل الاصل، عن الراجل اللي ما بيقفش جنب مراته او جنب حبيبته او خطيبته، لانه بيكون اساسا جواز مصلحة. اول ما بتروح المصلحة خلاص هو مش محتاجها ومش عايزها، لكن طول ما هي كانت معاها وكانت مشهورة وكانت كل الناس بتعرفها هو كان حابب ده. اول ما وقعت وقالوا له تعالى ونكتب الكتاب، وقال لهم انا هقف جنبها وانا هبقى معاها، طب نكتب الكتاب، قال لهم هفكر، وبقاله كتير قوي بيفكر ومرجعش تاني. الناس اللي ما تعرفش الحكاية، القصة ان هم كانوا ماشيين على طريق لوحدهم، هم هي وخطيبها في العربية، وطلع عليهم ناس مسلحة وهي بتقول له حاسب، والرصاصة كانت جاية عليه بس للأسف هي خدتها بداله. وهو يعني سرقوا العربية منهم، من العصابة ديت مسلحين، وفي الآخر سابوهم ومشوا. هو كان فيه خدوش بسيطة جدا، وهي خدت الرصاص في دماغها وفي عينيها، وكانت يا عيني في غيبوبة وعمال تنزف لغاية ما جم ناس وشالوها ونقلوها للمستشفى في اسكندرية. هي أول ما قامت بتسأل عن خطيبها، خايفة لا يكون حصل له حاجة، ما تعرفش إن هي خدت كل حاجة بداله، ما تعرفش اللي هو فيه خدوش وحاجات بسيطة جدا. واللي يحزنك بقى إن هي بتقول إن هو بعد كده عادي، بعد يومين بيضحك وبيهزر عادي وأنا ولا كأني حصل لي حاجة. هي في الحقيقة متأثرة جدا جدا واتصدمت، والموضوع ده تعب نفسيتها جدا. يعني انا اول ما شفت الفيديوهات بتاعتها قلت يا ريت وكان بقى معاها، كانت نفسيتها اكيد هتبقى افضل من كده بكتير، كانت هتلاقي حاجة اللي هي يبقى عندها عزيمة وتقوم وتسند عليه من تاني. لكن للأسف هو خذلها وفضلت هي مصدومة من اللي حصل. وللأسف يعني عينيها الشمال دكاترة كتير بيقولوا مش هتشوف بيها تاني، بس رحمة ربنا تفوق كل شيء. ربنا قادر ان هو يرجع لها بصرها تاني في لمح البصر، حتى لو ركبت عدسة او ركبت اي حاجة تقدر تشوف منها تاني. بس اللي احنا خدناه من قصة سارة ديت، ان لما ماما وبابا يقولولك على ده بلاش بالذات اسمع كلامهم، ما تقوحيش. يا ريت نفكر يا جماعة بعقلنا يعني شوية علشان ما نقعش في مشاكل نندم عليها ونلوم نفسنا عليها. دلوقتي سارة أكيد يعني مصدومة في خطيبها دوت اللي هي حاربت الناس كلها علشانه، في الآخر هو بعد ما ضحت بحياتها عشانه هو أول واحد اتخلى عنها.
ومامته في الحقيقة اتصلت بالتليفون على مدام ريهام سعيد وبتقول لها احنا مش ممانعين ان هو يفضل معاها عشان هو بيحبها. ريهام سعيد بتقول لهم طب يكتب الكتاب. ماشي مش ممانعين، بس باباها هو اللي مش موافق. باباها ومامتها هما اللي قالوا لو عايزها عشان يثبت حسن نيته يكتب الكتاب، لكن هو قال لهم هفكر. هي في حالة ما يعلم بها الا ربنا، وبجد يعني ربنا يا رب يشفيها ويتولاها من اللي هي فيه. زي ما بقول لكم يا جماعة، المواقف دي بتبين قوي معدن الناس اللي حوالينا، بتبين قوي كنت انت بتحبني لشخصي ولا كنت بتحبني لحاجة تانية. انت لو كنت بتحبني لشخصي وحصل لي اي حاجة، عمرك ابدا ما كنت هتتخلى عني عشان انت بتحبني انا. لكن حب المصالح ده او جواز المصالح او اي يعني صحوبية حتى مصالح، عمرها ابدا ما بتدوم ابدا. ودايما في الاخر بتنخدع في البني ادم اللي انت اديته كل حاجة وهو مقدمش ليك ولا حاجة، خصوصا اللي هي دفعت عنه. انتوا متخيلين يا جماعة يعني ايه ناس مسلحة تطلع عليكي وانتي اللي تدافعي عن الراجل اللي معاكي، مش هو اللي ياخدك في حضنه ويدافع عنك؟ انتوا متخيلين الموقف اللي هي كانت فيه بعد ده كله؟ وان هي ملقتش راجل اصلا يقف جنبها ويدافع عنها. هي مصدومة، وهو بيقول انا مش هسيبها ومش هسيب حقها. طب فين؟ ما انت بقالك اهو من ساعة الحادثة محدش شايفك. حتى لو باباها مش موافق بيك تاني، والله ده ليه حق اصلا؟ هيوافق بواحد مش راجل ما حماش بنته وهو باباها مش موجود؟ مش معقول ابدا هيأتمنك عليها تاني ابدا. وفعلا هو ليه حق ما يوافقش بيك حتى لو هي كانت بتحبك ولا انت بتحبها. الحب يا جماعة مش كفاية ان الست تحس بالامان. ايه يعني انت بتحبني بس مش محسسني بالامان؟ الامان ده اهم حاجة. الست بتبقى مرتاحة وهو يعني جوزها نايم جنبها، هو ده سندها وظهرها، هو ده اللي هيحميها. غير لما جوزي يبقى نايم وانا نايمة جنبه وحاسة بالقلق وبالخوف ومش حاسة بالامان، عشان هو انا عارفة اللي هو مش هيقدر يدافع عني لو طلع علينا حرامية ولا دخل علينا ناس مسلحة زي كده، ولا وات ايفر حصل اي حاجة ممكن ينقذ نفسه ويخلع ويسيبني. يبقى ده مش جوز، مش راجل، مش حد اتسند عليه وقت ضعفي. انتوا فاهميني؟ لما نيجي نختار يا جماعة، نختار بالأصول، نختار الراجل اللي متربي على الأصول ومتربي على الدين ومتربي على الأخلاق ومتربي يعني إيه أدافع عن على اللي مني، أدافع عن مراتي، أدافع عن خطيبتي، مش يخلع ويسيبها وفي الآخر مامته اللي عمال تتكلم في التليفونات وهو محدش سامع له حس. دوت برضو مش راجل. انت لو عايز تتكلم اتكلم، انت ليه تخلي مامتك تتكلم؟ قول انا هقف جنب سارة، اتكلم انت دافع عن نفسك. لكن انت مش موجود ومخلي مامتك تتكلم. في الحقيقة دوت موقف سخيف جدا منك. وما ينفعش ابدا يا جماعة واحدة تدافع عن راجل، عارفين يعني ايه راجل، وفي الاخر يخذلها ويسيبها بالشكل ده. بس ليها ربنا، وربنا موجود، وان شاء الله ربنا هيجيب لها حقها منهم لله. اللي عملوا فيها كده حسبي الله ونعم الوكيل فيها. البنت زي القمر ما شاء الله، وكانت ناجحة جدا في الكارير بتاعها. بس ان شاء الله تقف على رجليها وترجع تاني، وربنا يا رب يشفيها ويعفو عنها. وما بتقفش على راجل، صدقوني ما بتقفش على حد، ما بتقفش ابدا على قلة الاصل، لا ابدا والله. فربنا موجود وهيجيب لها حقها ان شاء الله منهم لله. اللي عملوا فيها كده وطلعوا عليهم وسرقوهم حسبي الله ونعم الوكيل. ادعوا لها كتير يا جماعة، وبلاش التعليقات السلبية السخيفة اللي دايما بتخلي الواحد يعني بدل ما يقوم بيقع تاني. بلاش ارجوكم، وقفوا جنبها، ادعموها بدعواتكم. حتى لما اي حد يقرا لها حتى اي تعليق يلاقي دعاء وامل ليها وبيقاومها على اللي هي فيه. واستودعتكم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.